السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. سوف نتعرف على موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل، ولكن قبل البداية لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل إعجاب للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. والتفاصيل الآن. يستضيف الترجي التونسي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأولمبي حماد العقربي برادس. وتأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب بدون أهداف على ملعب مازيمبي، والفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3 أهداف نظيفة على استاد القاهرة. وسجل أهداف الأهلي كل من محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق. وتأهل الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على صن داونز بهدف مقابل لا شيء في مباراتي الذهاب والإياب. تشكيل الأهلي: في حراسة المرمى مصطفى شوبير. خط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. في خط الوسط أحمد كوكا وأكرم توفيق وبيرسيتا وعمرو السولية وأحمد عبد القادر. في خط الهجوم وسام أبو علي. وتنطلق مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 18 مايو 18/5. وأما مباراة الإياب ستكون على استاد القاهرة يوم السبت الموافق 25 مايو 25/5، ولكن لم يتم تحديد توقيت المباراة حتى الآن. وفي حال إعلان توقيت المباراة سوف يتم كتابته في التعليقات. وتذاع المباراة على قناة بين سبورت الناقل الحصري للبطولة، وسيتم بث المباراة عبر قناة بين سبورت.